السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا طالع اتكلم معاكم على صفقة محمد علي برمضان، طبعا اللي عاملة ضجة كبيرة بقالنا تلات أسابيع. محمد علي برمضان جاي، محمد علي مش جاي، محمد علي برمضان يا جماعة مش راضي فاضي النادي الأهلي، محمد علي برمضان رافض معرفش إيه، محمد علي لا عايز النادي الأهلي. مشاكل كتير قوي في صفقة محمد علي برمضان. طبعا أنا جاي أقول لكم الخلاصة النهائية في صفقة محمد علي برمضان. أنا شايفها صفقة القرن النادي الأهلي. أنا بقول لكم وعلى مسؤوليتي الشخصية، محمد علي برمضان مخلص مع النادي الأهلي في كل حاجة ومتفق على العقد ومتفق على كل حاجة. والنادي الأهلي اتفق مع النادي المجري، مع إني بقول لك النادي المجري معاملته صعبة جدا في التعاقدات. النادي الاهلي خلص مع النادي المجري في كل حاجه، ناقص بس رتوش اخيره كده، حاجات بسيطه بس بتخلص، يعني الحاجات الناقصه دي تخلص مع النادي الاهلي. فالاهلي لو دخل بتقله دلوقتي هيخلص محمد عبد الرحمن دلوقتي. هتلاقي محمد دلوقتي اهلاوي لو الاهلي دخل بتقله يخلص محمد عبد الرحمن. فانا شايف محمد عبد الرحمن صفقه سهله جدا السنه دي الاهلي يجيبها. طبعا الاهلي بقاله 3 سنين عايز يجيب محمد علي برمضان، طبعا لما كان في الترجي طبعا وكان صعب جدا تجيب محمد علي برمضان. السنه دي سهل جدا جدا تجيب محمد علي برمضان. يا جماعه محمد علي برمضان كواليتي عالي قوي، احسن خط نص في افريقيا، لعيب جوكر بيلعب 6 وبيلعب 8 حلوه قوي، بيلعب برضه طرف شمال او يمين، لعيب جوكر، لعيب قوي جدا. انا شايف محمد علي برمضان لو جه النادي الاهلي هينقل النادي الاهلي في حته تانيه خالص في خط النص. فالاهلي لازم يخلص محمد علي برمضان اليومين دول عشان الفرصه ما بتجيش تاني، الفرصه ما بتجيش تاني. مشكله محمد علي برمضان اللي موقف صفقه محمد علي برمضان كولر طالب مهاجم اجنبي، في مهاجم افريقي بيلعب في اوروبا كولر عايزه. فطبعا ما فيش غير مكان واحد في النادي الاهلي دلوقتي. انت عندك دلوقتي اشرف داري، عندك يحيى عطية الله، عندك رضا سليم، عندك تاو، ما عندكش غير واحد في القايمه بالنسبه للاجانب بالنسبه للنادي الاهلي. فكولر عايز مهاجم اجنبي. ممكن كولر يقول لك خلاص مش لازم محمد عبد الرحمن، يقول لك ان المهاجم اجنبي. انا بقول لك لا، الاداره عايز محمد علي برمضان، كولر عايز مهاجم اجنبي. كولر بيقول لي الاداره برضو، هو كولر عايز محمد علي برمضان، بس انا شايف اولويات كولر اللي هو المهاجم. انت مستر كولر عايز مهاجم مع وسام ابو علي، انت وسام ابو علي يا مستر كولر يعتبر هو الفرود الاساسي عندك، فانت هتجيب فرود مع وسام، يعني هيبقى احتياطي لوسام. فانا ليه اجيب مهاجم احتياطي وانا عندي كواليتي عالي قوي في خط النص ما اجيبوش ازاي؟ يعني الاداره لازم تفكر صح. كولر يا جماعه يعني مدرب عمل انجازات كتير مع النادي الاهلي. كولر ممكن يقعد معاك سنه سنتين. انت محمد عبد الرحمن يا جماعه هتجيبه هيقعد معاك 3 4 سنين قدام، يعني انت المفروض تفكر لقدام. فانا كولر اقول له انت مالكش دعوه بالمهاجم خالص، انت عايز مهاجم تقيل زي وسام علي، انا هجيب لك مهاجم تقيل زي محمد وسام علي. هجيب لك مهاجم فلسطيني زي اسامه ابو علي قوي جدا، يبقى احتياطي اسامه ابو علي، ولو برضه عايز مهاجم تاني ممكن اجيب لك اسامه فيصل. ده الحل، واجيب محمد علي برمضان. فرصه للنادي الاهلي لازم يجيب محمد علي دلوقتي، لازم يجيب محمد علي برمضان دلوقتي، فرصه مش هتتعوض، مش هيلاقيها تاني النادي الاهلي. محمد علي برمضان كواليتي عالي قوي قوي قوي، هيبقى في النادي الاهلي. ده بالنسبه لمحمد رمضان. كولر هو الموقف الصفقه لحد دلوقتي. يا ريت الاهلي يقدر يمشي بيرسي تاو، يا ريت يعني عشان الدنيا تتحل. يعني بيرسي تاو برضه موقف الدنيا، عامل مشاكل، مش عايز يمشي، والكوره برضه مش عايزه. يعني الكوره طبعا قال لي اداره النادي الاهلي وقدرته تسوق بيرسي تاو يمشي عشان نقدر نجيب محمد علي برمضان ونقدر نجيب مهاجم الافريقي اللي الكوره عايزه. فيا ريت يقدر الاهلي يسوق بيرسي تاو. فحتى لو بيرسي تاو قاعد، لا انا اجيب محمد علي برمضان واجيب بقى مهاجم فلسطيني، اجيب اسامه فيصل، افكر في محمد شريف، ممكن اجيب اي حد معاه. وسام كده كده اصلا اللعيب ده هيبقى طبعا هيبقى احتياطي لوسام ابو علي. فالاهلي ما قداموش غير لازم يخلص دلوقتي حالا في محمد علي برمضان، عشان مش هيلاقي فرصه تاني لعيب زي ده يجيبه طبعا في خط نص النادي
الاهلي. طبعا هتبقى صفقه سوبر، طبعا يعني هتبقى، انا شايف محمد عبد الرحمن لو جه هيلاقي النادي الاهلي حته ثانيه خالص، وصفقه انا شايفها صفقه القرن بالنسبه للنادي الاهلي. طبعا الاهلي برده بيخلص في لعيب برده مهم جدا في خط النص، الساعي بتاع النادي الاسماعيلي خلاص بيحط الرتوش الاخيره في صفقه الساعي مع النادي الاسماعيلي. فانا شايف صفقتين الساعي محمد علي برمضان صفقتين من العيار الثقيل للنادي الاهلي. برضو الاهلي انا شايفه لو قدر يجيب اسامه فيصل انا شايفه لعيب قوي جدا قدام، لعيب يعني صغير في السن، لعيب هجام بيفكرني بعماد متعب وهو صغير. اسامه فيصل يا جماعه انا شايفه هو ده اللعيب رقم 9 في مصر بصراحه يعني. فانا شايفه فرصه الاهلي يخلص اسامه فيصل. طبعا البنك الاهلي لسه جايب احمد ياسر ريان البنك الاهلي، فسهل ممكن تخلص اسامه فيصل من البنك الاهلي. فانا شايف 3 صفقات دول لو نجوم النادي الاهلي هيبقى قوي جدا السنه الجايه. فياريت يا جماعه تشيروا الفيديو ده على قد ما تقدروا عشان يوصل للاداره لمحمد علي برمضان صفقه جماهيريه، والاهلي طبعا الجماهير كله عايز يبقى محمد علي برمضان اهلاوي. يا ريت يا جماعه تشيروا الفيديو ده على قد ما تقدروا. وده يا ريت يا جماعه كمان الاشتراك في قناه كوره مع الزنفولي على اليوتيوب عشان يوصلوكم كل جديد وكل صفقه. الاهلي خلاص طبعا خلاص ناقص 6 ايام على قفل الكتف الافريقي، فالاهلي ان شاء الله خلال 6 ايام دول طبعا هيعلن على الصفقات كلها. فطبعا قبل طبعا ما اعلان اي صفقه النادي الاهلي طبعا هطلع اقول لكم طبعا على قناه الكوره مع الزنفولي ان شاء الله على صفقات النادي الاهلي السنه دي. في اشتركوا يا جماعه على قناه محمود، على قناه كوره مع الزنفولي عشان ان شاء الله يوصل لكم ان شاء الله كل جديد. واللايك بتاعك الجميل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.